اسوأ الفروض ان فعلا في اله وهنتحاسب ويطلع دين ابونا. فانا فعلا كنت مقتنع ان انا لو لا فعلا موجود. مساء الخير يا جماعه، انت ربنا اهلا وسهلا بحضرتك وبتاع. والله حضرتك بس يعني ايه، معلش شويه مشاكل حصلت كده يعني شويه ذنوب صغيره مش مشكله بقى، ايه لو سمحت بعد اذنك يعني ايه، عايز ادخل جوه وبتاع في ايه الجنه وبتاع. لا مفيش داعي يعني، لا لا ما عملتش، مش حاجه كبيره يعني، مش هتلر انا مثلا وستالين، ما عملتش مصائب كبيره يعني. هي ما ضربت لي 10 مثلا اتفرجت على فيلم 6 مش بيج دي، دخلني بقى لو سمحت يعني ايه يعني، ايه الجريمه بنت الوسخه اللي لا تغتفر مثلا انا عملتها في حياتي، بس ان مثلا اللي هو بقى هيمارس عليا كل انواع التعذيب دي. فكنت متخيل ان أنا هقنعه ان انا ايه، ان هو راجل اهبل ومفيش داعي للعبط ويكبر دماغه وبتاع، وده سيبني ادخل وخلاص، ما فرقتش عليا. يعني انا اي يعني، او لو هو تمسك بالهبل ده يبقى راجل اهبل فعلا، يعني واحد اهبل يبقى واسحل وعلق وايه يا عم، في ايه في ايه يا عم. وبعدين انا اول لقاء ليا مع الله، ما انا انا معرفتي بفكره بهذه الفكره يعني، انا في مثلا ايه، ناس قرأت القرآن فعرفت قصص القرآن. انا الامر ما جاش معايا كده. انا كان في مجموعه فعلا اسمها قصص الانبياء، قبل ما اعرف ان اساس القرآن او اقرا فيها وبتاع، فتعرفت على فكره الانبياء دي عن طريق قصص، بس هي من منظور اسلامي. كانت مجموعه اسمها ادم، قصص الانبياء ادم ونوح. اه قصه ادم انا توقفت كثيرا جدا عند قصه ادم. الاول انصب غضبي على ادم وحواء. يعني دلوقتي احنا كنا هنبقى قاعدين في الجنه الجميله اللي هم بيوصفوه ده بسبب الاثنين ولاد شرموطه اللي هم ادم وحواء نطوا على بعض، او ما تفر هم عملوا ايه، هو غالبا نطوا على بعض وربنا دخل عليهم اوضه النوم وفي بيتي يا كلاب وبتاع، وظبطهم في وضع يعني مخل للاداب او حاجه بهذا المعنى. فعمل الدلفين. فاحنا مثلا كل الخرا بقى اللي احنا فيه وعايشين فيه ده بسبب ولاد الشرموطه الاثنين الحمامه اللي عملوها دي، او وات ايفر هم عملوا ايه، الشجره قال لك يعني ايه شجره ما تاكلش. وبعدين يعني ايه. فانا غضب الاول على ادم وحواء، ايه ولاد الوسخ اللي عملوه تسببوا لنا في الكارثه دي. وبعدين تعيد النظر في الامر. طب ما هو انت مثلا لو هو عمل معاك نفس الفيلم، قال لك مثلا ايه، ما تاكلش من الشجره ديت، انا رايح مشوار وجاي، انا اول حاجه فعلا هعمل ان انا اكل الشجره. يعني انت تخيل مثلا انت ايه، امك مثلا عملت اكله وحطيتها في الثلاجه وقالت لك ايه ما تاكلش منها لغايه لما اجي. انا واحد من الناس اول تصرف هعمله ان انا هاكل منها، اشوف هي عامله ايه، افتح لازم. ده فطره انسانيه او رأي، حب استطلاع فضول وات ايفر، بس هو ده اللي هيحصل. لو حد قال لك ما تعملش حاجه، فانا تركيزي كله هيبقى ان انا اعملها. فهو هو حتى لفت انتباههم ليه، يعني هو لو كان سكت يعني كان ممكن لا جابوا ناحيه الشجره دي ولا شافوا دين ابوه، لا ده لهم ما تاكلوش الشجره دي، كانه بيقول لهم بصيغه مباشره لا روحوا كلوا منها. لان هو عارف طبعا هو اللي خالقهم، فعارف طبيعتهم وعارف الفضول اللي عندهم وحب الاستطلاع. ايوه فانا في الاول كنت ناقم على ادم وحواء، وبعدين بدا يعني افكر في الامر تاني. لا ده المشكله مش ادم وحواء، ده المشكله ابن الاحبه ده اساسا التافه، اساسا اللي راح عمل الفيلم ده كله عشان قال له ما تاكلش من الشجره، فطلع لقاهم بياكلوا من الشجره فطلع دين ابوهم. ما هذا الاله التافه يعني. ولنفرض مثلا ايه، انت امك قالت لك ما تاكلش من الاكله لغايه لما اجي، فانت رحت ضاربها ضرب الاكله، فهتيجي ايه مثلا، هتيجي ما تولع فيك مثلا، هترميك من البلكونه يعني. خلاص ممكن تكبر بقى دماغك، خلاص الواد كان خلاص كبر دماغ دين امك بقى كلوا من الشجر، خلاص مش نهايه العالم بقص امك، انت اله غبي جدا. يعني مش يعني صغر عقله وكبر بقى الموضوع، والشيطان يدخل وانا ذرني وانا مش هعمل ايه وهوزهم فين مهابط. وتكتشف انك انت لو الاله ده موجود فعلا هو اله ابن احبه غبي وعقله صغير وطفل ومصاب. وبعدين ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عارف يعني كان في بنت ما اعرفش دي اسمها احلام، يعني كل شويه يقول لك ايه احلام، ما اعرفش ايه احلام دي. المهم احلام دي شفتها مره، يا سلام على جمالي، يا سلام على حلاوتي، يا سلام على عظمتي، حاجات كده يعني، حاجه شخصيه نرجسيه وحاجه بهذا يعني، حاجه مقززه جدا. هو بقى ايه، هو تقريبا هذا الاله مصاب بهذه النرجسيه. هو اعبدوني، بصوا انا حلو ازاي، بصوا بصوا انا قدير ازاي، بصوا انا هعمل ايه بقى، بصوا يلا. هم مصاب يعني انت فاهم بجنون، اللي هو مثلا يدمر العالم. شغل مذابح جماعيه يعني، المفروض يحاكم مثلا بقى جرائم ضد الانسانيه
وجرائم حرب وبتاع، لو هنتكلم بجد، اللي هو ايه، غرق العالم، اللي هو نظام بقى عتريس وافتح الهويس على الناس وابن المتناكه كده. وشويه مش عارف قوم لوط بينطوا على بعض فندمر دين ويوصل لك الفكره قوم لوط كمان لو قوم ما ورهمش حاجه غير ان هم ينيكوا بعض. طب اذا كان هو الناس دي بنت وسخه بقى، طب ازاي اساسا في نسوان يعني، او في اطفال بيجوا؟ اذا كان يعني التصوير اللي هم بيشبهوا الناس دي ما وراش حاجه الا غير ان هم ينيكوا بعض. طب ازاي بقى في اطفال يعني وناس عايشه وبتاع؟ على الاقل هم باي سيكشوال على الاقل. وبعدين المشهد، في مشهد طريف جدا في القران، اللي هو مشهد بقى الملائكه جاي لك قوم لوط. تخيل انت الناس اتنين اصحابك جاي لك البيت مثلا، فالناس اتلموا، الحي بقى اهل الحي عندك اتلموا حوالين بيتك عايزين ينيكوا الناس الناس اللي مشهد ابن وسخ مضحك. وبعدين بقى انت تصرفك بقى ايه؟ تروح مطلع النسوان اللي عندك تاخد النيكو دول بدل ايه ده؟ يعني ايه هذا المشي؟ قصص الانبياء بالنسبه لي كلها يعني انت فاهم، واحد ابن الاحبه ابراهيم. طيب ابراهيم ده مثلا اكبر مخرب في التاريخ، راح كسر، يقول لك كسر اصلا، انت تكسر اصلا ليه يا ابن الاحبه؟ مش دي ممتلكات ناس انت مش مؤمن بيها، فيها غيرك مؤمن بيها، احترم، احترم مقدسات الاخرين زي ما بيطالبونا اليوم يعني. لا كسر اصنام وبتاع مش عارف، رماه في النار فطلع يا سلام. وبعدين راح مصر فمش عارف هو خدوه ناكل مراته وطلع يجري، ومش عارف راح رمى، خد مراته ابن رمام في الصحراء مش عارف، والقصه بقى اللي هي الصفا والمروه وبتاع، واسماعيل وعايز واحد عايز يذبح ابنه. قصص كلها عبث. ده مثلا قدوه مثلا. واحد عايز يذبح ابنه يقول لك سيدنا ابراهيم خليل الرحمن. لا حاجه عبثي، نتاج صحراوي منحط الثلاثه. زي واحد، ما هو ساعات برضه انا ايه، فجاه تلاقيني بدافع عن الاسلام، يعني تلاقي مثلا محمد ده جاهل ابن احبب، يعني فانا ماشي هو محمد، بس هو ابن المتنكه يسوع ده مثلا كان خريج السوربون، ما هو ابن شرموطه رخر جاهل ابن احبه، يعني اتعلم فين ده؟ ولا الناس دي دماغ هم